اتفضلي يا ليلى. ليلى في أكاديمية الفنون بالهرم وعندها امتحانات، ولكن رغم الامتحانات ليلى دايما تشرفنا وبتغني لنا أغاني. أهلا يا ليلى. ميرسي جدا لحضرتك وحضرتك تنزيل الدعوة، حضرتك فاكراني، وبشكر حضراتكم ان انا موجودة معاكم النهارده. مفيش حرج، بلاش عاطفة. الشعب اتهرى من ايه بقى دي الحاجات اللي حضرتك؟ هي بقى موجودة بقى معانا. اتفضل. خلاص ان شاء الله خير. ده وقتك ده يومك يا بنت اليوم، ومصحي من نومك بزيادة كيلو، وطلبي بحقوقك وخلاصي من اللوم. ليه منكونش زي الغربية ونجاهد في حياتنا بحرية؟ شطارة شطري قدارة قدري من في خفتنا ونرتاحتنا مين. معنا شهادات ودبلومات ونعرف فلوتيته بالسبع لغات. ليه منكنش يا بيه زي الراجل اللي قولوا له هو زايد عننا ايه؟ ليه منكنش زي الغربية ونجاهد في حياتنا بحرية؟ شطارة شطري قدارة قدري من في خفتنا ونرتاحتنا مين. ليه جوزي ما يحلش محلك نصلي ويطبخلي ويقلي، وانا اروح اقضيله طلباته وعشتنا تبقى تغلي؟ اشمعنى في اوروبا الستات ليهم صوت في الانتخابات؟ احنا كمان لازم نفوقهم هنا في بلادنا ونبقى فوقهم. دي المصرية من نشأتها ما فيش زيها ست في بيتها، إذا كان في محبة بناتها ولا في تربية أولادها. كلمات مين يا ليلى؟ ده راح سيد الرئيس. سيد درويش. بس الصراحه انا استغربت قوي ان هو بيقول ان احنا عايزين نبقى زي الغربيه. في الوقت ده الوضع مختلف. الوضع مختلف. يعني احنا دلوقتي احسن من الغربيات طبعا من وجهه نظري يعني. الكلام ده بقاله 100 سنة. مش كده؟ ده درويش، ايام الجديدة.